بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي الطلبه وطالبات الفرقه الثانيه انتظام، معاكم دكتور وائل الشربيني. ان شاء الله هندرس مع بعض ماده مبادئ الاحصاء. ان شاء الله الماده دي تكون سهله جدا رغم ان هي مهمه، ما ينفعش تاجلها ولا تراكمها للاخر، لازم تمشي معانا جزء بجزء. ان شاء الله هنشرح في الجزء النهارده الباب الاول بيتكلم على انواع البيانات الاحصائيه، والباب الثاني طرق عرض البيانات، وجزء من الباب الثالث اللي هو بيتكلم على مقاييس النزعة المركزية للبيانات الخام أو الغير مبوبة اللي هي الوسط والوسيط والمنوال. وتعالوا دلوقتي نتعرف على الباب الأول وأول جزء بيتكلم على إيه، وإن شاء الله الموضوع يكون سهل جدا. طيب تعالوا يا شباب نتكلم على مبادئ الإحصاء ونشوف أول جزء هنتكلم عليه في الباب الأول، وهو تعريف علم الإحصاء. والباب ده اصلا عنوانه البيانات الاحصائيه. بس قبل ما نتكلم على البيانات الاحصائيه وانواع البيانات لازم نعرف ايه هو تعريف علم مبادئ الاحصاء. علم الاحصاء يا شباب العلم اللي بيهتم باساليب جمع البيانات لتنظيمها وتصنيفها وعرضها وتحليل هذه البيانات للحصول على المؤشرات الاحصائيه لاتخاذ قرار مناسب. انواع علم الاحصاء نوعين: علم الاحصاء الوصفي وعلم الإحصاء الاستدلالي. علم الإحصاء الوصفي ده يا شباب بيجي عبارة عن مجموعة من الطرق والأساليب الإحصائية اللي تستخدم في تنظيم وعرض البيانات. أهم نقطة بقى اللي تعرفني ده في صورة مؤشرات عددية دون تحليلها. يبقى إن حصل وسأل، وغالبا الجزء ده بس بيبقى مقدمة إن أنت تعرف بيها، يعني مش بيجي أسئلة بابل شيت. لكن في حالة إن الدكتور بيمتحن ميد ترم او كان في حد بعد الشر بيمتحن تخلفات وكده، فالاسئله دي بتجيله في صوره اسئله مقالي. يبقى ان كان وجه في البابل شيت هيكلمك على انه صح وغلط. علم الاحصاء الوصفي مجموعه من الطرق والاساليب الاحصائيه تستخدم في تنظيم وعرض وتحليل البيانات في صوره مؤشرات عدديه دون تحليلها. انا بس باخد منها مؤشرات عدديه. اما الاستدلالي بقى اللي هو الاحصائي او التطبيقي، هو اللي انا باخد النتائج بتاعت المؤشرات دي وبعممها على المجتمع محل الدراسه. تعالوا نشوف مع بعض. اهو علم الاحصاء الاستدلالي نفس التعريف: مجموعه الطرق والاساليب الاحصائيه التي تستخدم في نتائج العينه، دي بس خطأ، على خصائص المجتمع الذي تكون منه هذه العينة، وممكن نقول لأخذ هذه النتائج وتعميمها. طيب نيجي للفكرة الثانية أو السؤال رقم 2، وبيقول لي تناول بالتفصيل أنواع البيانات. السؤال ده مهم جدا جدا جدا. يمكن أنا قلت دي مقدمة، لكن ده بقى عنوان الباب: أنواع البيانات الإحصائية. أنواع البيانات يا شباب نوعين: بيانات نوعية وبيانات كمية. البيانات النوعية دي تسمى بيانات وصفية، ما بتدلش على أرقام، لا يمكن إجراء ولا استخدام العمليات الحسابية. يبقى تاني البيانات نوعين: وصفية وكمية. وصفية يعني لا تدل على أرقام، أما البيانات الكمية فهي تدل على أرقام أو على أعداد. نقول مع بعض: أنواع البيانات نوعين: وصفية أو نوعية وكمية. النوعية أو الوصفية بيانات ما تدلش على أرقام. طب زي إيه؟ هل مثلا لو أنا قلت العمر ده رقم، يبقى دي أكيد مش بيانات نوعية. أمال النوعية ده زي إيه؟ الاسم، الجنسية، فصيلة الدم، العنوان، ده كده برضو ما يدلش على أرقام. التقديرات، مقبول، جيد، كل ده ما يدلش على أرقام. يبقى البيانات الوصفية يا شباب هي بيانات وصفية أو نوعية لا يمكن إجراء عمليات حسابية، ويمكن تقسيم البيانات النوعية لنوعين: في بيانات اسمية وفي بيانات ترتيبية. البيانات الاسمية من اسمها هو إن أنا بقول لك أهي، أولا البيانات الاسمية هي بيانات نوعية، والبيانات الترتيبية هي بيانات وصفية أو نوعية. ما هم النوعين دول من الوصفية.
بيانات نوعيه والترتيب فيها غير ضروري. زي لما اجي مثلا اقول لك في اي استماره سي في النوع ذكر وانثى، هل لازم اقول ذكر الاول بعد كده انثى؟ ما انا ممكن اسالك انثى ولا ذكر. هل لما اجي اقول لك مثلا فصيله الدم هل لازم اقول ايه بي او؟ ما انا ممكن اقول لك بي او اي. هل لما اجي اقول لك الجنسيه لازم اقول لك مصري ايطالي امريكي؟ ما انا ممكن اقول لك امريكي مصري اسباني ايطالي. يبقى الكلام ده مش مشكله في الترتيب. يبقى البيانات الاسميه بيانات نوعيه بس الترتيب فيها غير ضروري. مثل الجنسيه امريكي مصري، مش لازم اسالك مصري الاول، عادي ممكن اقول لك امريكي مصري. النوع ذكر وانثى. فصيله الدم. الحاله الاجتماعيه، مش لازم اقول لك متزوج اعزب مطلق ارمل، ممكن اقول لك مطلق ارمل عازب متزوج، مش هتفرق فيها الترتيب. طبعا هو مش هيسالك، بس الامثله دي بتعرف منها ان انت بتتكلم على بيانات اسميه، والاسميه نوع من انواع البيانات الوصفيه. اما البيانات الترتيبيه فهي من اسمها ترتيبيه، يبقى الترتيب فيها ضروري. يبقى ايه الفرق بين الاسميه والترتيبيه؟ الاسميه بيانات نوعيه والترتيب فيها غير ضروري. اما الترتيبيه من اسمها برضه بيانات وصفيه او نوعيه، ولكن هذه البيانات الترتيب فيها يكون ضروري زي التقديرات. اظن التقديرات لازم تبدا طبعا بعد الشر عليكم كلكم من ضاد جيم، ضاد مقبول جيد ممتاز او جيد جدا وممتاز، مقبول جيد جيد جدا ممتاز، او ان انا حتى لو همشي من الكبير للصغير فهقول ممتاز جيد جدا جيد مقبول. يبقى في بيانات ضروري فيها الترتيب زي التقديرات، وفي بيانات ما بيكونش فيها الترتيب كويس جدا او غير ضروري زي البيانات الاسميه. طيب يبقى احنا قلنا يا شباب انواع البيانات الاحصائيه نوعين، نوعيه او وصفيه وكميه. عرفنا ان البيانات النوعيه اللي ما بتدلش على ارقام ولا يمكن اجراء العمليات الحسابيه عليها. قلنا انواع البيانات النوعيه او الوصفيه نوعين، اسميه وترتيبيه. الاسميه او من اسمها ايه الترتيبيه يعني الترتيب فيها ضروري زي التقديرات. طب الاسميه يبقى الترتيب فيها غير ضروري زي فصيله الدم الجنسيه ايا كان يعني. طيب تعال نشوف لتاني نوع البيانات الكميه اللي احنا اتفقنا انها بتدل على ارقام، فعشان كده اهو بيانات تعد ويمكن الحصول عليها في صوره اعداد رقميه. بيانات تعد يعني بتدل على ارقام ويمكن الحصول عليها في صورة أعداد رقمية، ويمكن تقسيم البيانات دي لنوعين، متقطعة ومتصلة. المتقطعة دي يا شباب بنسميها بيانات منفصلة. بيانات منفصلة يعني نفس الأسامي. أحيانا الدكتور في البابل شيت يقول لك كده نوع من أنواع البيانات الكمية. بصوا بقى الأسئلة، نوع من أنواع البيانات الكمية هل منفصلة ولا مستمرة ولا اسمية ولا ترتيبية؟ طب أنا عارف إن الاسمية والترتيبية تبع النوعية. إيه اللي تبع الكمية اللي بتدل على الأرقام؟ متقطعة يعني منفصلة. بس إيه الفرق بقى بين البيانات المتقطعة والمتصلة؟ تعالوا نشوف. يبقى إحنا البيانات دي بتدل على أرقام، بس في فرق بين دي وبين دي، وهي دي أصعب نقطة. الاتنين من الكمية والاتنين بيدلوا على ارقام، بس في فرق بين المتقطعه والمنفصله، وفي فرق بين المتصله او المستمره. تعالوا نشوف الفرق بقى. البيانات المتقطعه هي بيانات منفصله تاخذ فيما بينها قفزات. يعني ايه مثلا؟ زي لما اجي اقول لك مثلا عندي عدد افراد الاسره، في ناس اسره بيبقى مكونه من 3 افراد، في عندي اسره مكونه من 11، من 7، من 6، من 9، يبقى في تفاوت مع انها ارقام. في عندي قفزات، في اسره 3 4 وفي اسره 11، في قفزات. عدد الحوادث مثلا يقول لك انا عندي 5 حوادث في اليوم، في عندي 10 حوادث، في 100,000 حاله في اليوم. عدد الجرائم طبعا على حسب كل منطقه. طب تعالوا للبيانات الكميه المتصله اللي هي اسمها بيانات مستمره. قال لك تاخذ في بينها صوره فترات. زي ايه مثلا؟ العمر. يجي يقول لك ايه؟ الشباب العمر بتاعهم من سن 18 سنه لحد 60 سنه. الكبار عفوا 1 2 3. الكبار
فوق ال 65 سنه لحد الى ما شاء الله لحد ما يتوفاهم ربنا. مش حلوه الحته دي. 1 2 3 هرجع اعيدها تاني. الكبار اللي هم من فوق ال 65 سنه. طب الاطفال اللي هو من سن سنه ل 18 سنه وهكذا يعني. طب عندي الوزن بيتفاوت الوزن بين الاعمار، الطول، درجه الحراره. طيب يبقى احنا عرفنا يا شباب انواع البيانات. تعالوا كده نقولها بشكل سريع. انواع البيانات الاحصائيه يا شباب بيانات نوعيه، وهي عباره عن بيانات اسميه اهي تعرفها، هي بيانات بيانات ايه؟ نوعيه او بيانات وصفيه اسميه. الترتيب فيها ضروري ولا غير ضروري؟ برافو عليكم، غير ضروري. طب زي ايه؟ قال لك زي الجنسيه، زي فصيله الدم، زي النوع ذكر ولا انثى، وهكذا. طب البيانات الترتيبيه هي بيانات نوعيه او وصفيه، الترتيب فيها ضروري. زي التقديرات. one two three. طيب وقلنا البيانات الكمية اللي بتدل على أرقام، في بيانات متقطعة وهي بيانات منفصلة. تأخذ فيما بينها قفزات، زي عدد الحوادث، عدد الجرائم، عدد أفراد الأسرة. أما البيانات المتصلة اللي هي اسمها بيانات مستمرة، يبقى هي بيانات كمية مستمرة، بيانات كمية منفصلة تأخذ فيما بينها فترات. يبقى الفكرة أو الكلمة اللي تدل أو الفرق بين المتقطعة والمتصلة أو بين المنفصلة وبين المستمرة، دي صورة قفزات ودي صورة فترات. زي الطول، العمر، الوزن، وممكن أقول درجة الحرارة. يعني قلت له قصدك ان الحاجه اللي بتتغير مع مدار الوقت، ممكن يتخن، ممكن يخس، ممكن يطول، ممكن يقصر. لا هو ما فيش حد بيقصر. يعني هي الفكره كلها فترات. يعني ايه؟ يعني لما اجي اقول طول حضرتك يقول لك ايه؟ انت تقريبا طولك 170 172، حاجه قريبه. هي فترات من كذا لكذا. لكن اعداد الحوادث ما اقدرش اقول ان عدد افراد الاسره من 4 ل 6. ما في واحد ولا ناقص واحد. ما ينفعش اقول من 4 ل 6، لان في اسره بيبقوا 11 وفي 8 وفي 2 بس لو ربنا ما رزقهمش. ما اقدرش احدد عدد الحوادث. ممكن النهارده الحمد لله ما فيش، بكره تلاقي 1000 حادث، بعده مليون، بعده 10,000، بعده 5 حوادث. قفزات. بس ده الفرق يعني، رغم ان ده بيدل على ارقام وده بيدل على ارقام، بس دي اسمها قفزات، عشان كده اسمها بيانات منفصلة، باخد كل حالة لوحدها. لكن هنا لا، في الطول انا بقدر اقول كده الشباب اللي في سن من 18 ل 20 سنة غالبا طولهم بيتراوح ما بين 165 170. الشباب اللي مثلا بيعدوا مرحلة ال 20 او 25 خلاص بقى بيعدى مرحلة البلوغ، فمثلا طولهم من رينج كذا لكذا، ملناش دعوة ان ده قصير وده طويل. دي قصة تانية اسمها فترات ودي اسمها قفزات.